هاد القصص اللي غتسمع اليوم احتمال كبير انك تكون عمرك سمعتهم، وغير غتسمعهم يقولوا لك بزاف ديال المعتقدات في حياتك. هاد القصص صغار وظراف ولكن فيهم واحد المعنى عميق بزاف وبشكل. فصديقي ركز معايا وعمل معاك واحد اللايك وواحد الاشتراك، ودابا نبداو. اول قصه واللي هي غير غتسمعها تقول غير واو الصراحه، واللي هي هذا واحد الراجل دخل واحد الحديقه وبدا كيدور حتى واحد اللحظه شاف واحد الفيل كبير تسمك. ولكن اللي غريب هو ان داك الفيل ما حاطيناش في شباك باش ما يهربش، لا، لاحظ باللي داك الفيل الحاجه الوحيده اللي مخليهش يهرب هو واحد الحبل. الحبل صغير ومربوط في رجليه. هذاك الراجل ما فهم والو، كيفاش الفيل بهاد الضخامه ديالو كامله ومربوطين غير بواحد الحبل اللي هو صغير بزاف. داك الراجل جا الفضول ومشى عند مول الحديقه باش يسولو، قال له كيفاش داك الفيل غير واقف تماك فقدرش يتحرك وما عمره فكر انه يهرب، واخا هو مربوط بداك الحبل الصغير ويقدر يتقطع بسهوله. وعرفتي باش جاوبو داك مول الحديقه، قال له بلي هذا الفيل هذا ملي هو صغير وحنا كنربطوه بداك الحبل الصغير اللي ما كانش كيقدر بديك الوقت يقطعو، ولكن مع الفيل بدا كيكبر ولا كيامن باللي ان ديك الحبل هذيك مستحيل انه يقدر يقطع ولا يهرب منه شي نهار. هادشي علاش ما بقاش كيحاول اصلا، واخا هو كبر دابا وعنده القدره الكافيه انه يهرب من السناسل كاع. العبره من هاد القصه هادي ان واخا العالم يبغي يحبسك ويدلك بزاف ديال العوائق انك ما تحققش في الاهداف ديالك، ما عمرك تبقى الامل وتقول شي حاجه مستحيله، حيت انك تكون امن براسك وتحقق الحوايج اللي هما كبار اهم اصلا باش تحققهم. فكر في هادي برو مزيان، ان انت ولا انت تقدر تعمل بزاف ديال الحوايج ولكن ما قدرش حيت يمكن في صغرك كانوا بعض الحواجز اللي كيمنعوك تعمل اللي باغي، ولكن انت صاحبي راك دابا كبرت. فكر في هادي ايضا مزيان. قبل ما نكمل هبط من التعليقات وكتب شنو هي القصه اللي قاستك وحسيتي براسك انها حلت لك العينين. القصه الثانيه واللي هي واعره بزاف وتعلمك كيفاش تولي تشوف الناس المحبطين والسلبيين بواحد الطريقه اللي هي بناءه. هاد القصه هادي كتبدا مع واحد جروب ديال الضفادع كانوا غاديين كيتساراو حتى واحد اللحظه طاحوا واحد جوج منهم في واحد الحفره اللي هي كانت غارقه بزاف. فاش داك الجروب ديال الضفادع الاخرين جمعوا على ديك الحفره هادي كيشوفوا باش ينقذوهم زعما، ولكن جبروا الحفره غارقه بزاف ومستحيل ان شي واحد يقدر يخرج منه. فبداو كيقولون داك الجوج اللي طاحوا ما عندكمش زهر، ما عندكمش فرصه باش تخرجوا من هاد الحفره هذه اللي هي غارقه بزاف، صافي استسلموا موتوا بسلام. ولكن داك الضفادع اللي طاحوا في ديك الحفره ما تقبلوش على الهضره هذه وبداو كيحاولوا كل واحد كيحاول اكثر من الاخر باش يحاول يخرج من داك الحفره، ولكن هنا واحد ضيف ضاع صافي استسلم وقال صحابي عندهم الحق، مستحيل نقدر نخرج من هاد الحفره هذه. فصافي تقبل الواقع وصافي طاح ومات. ولكن الضفدع الثاني ما استسلمش وبقى كيحاول الاخرين الفوق كيزيدوا يغوتوا كيقولوا له راه اش كدير، اش كتخربق، راه ما يمكنش تخرج. ولكن عرفتي اش طرا؟ داك الضفدع دار جهده كامل في واحد التنقيزه وتحدى الحدود ديالو وهو يقدر يخرج من ديك الحفره. فاش خرج داروا به الاخرين مصدومين وقالوا لي واش ما كنتش كتسمعنا ملي كنا كنقولوا لك راه ما تقدرش تخرج من تماك؟ فسمع باش جاوب. قال لهم انا راني سمك سمك وما كنسمعش، وفاش كنتو كتغوتوا جاب لي الله كنتو كتشجعوني. واو. فالعبره من هاد القصه هادي واللي هي ان يمكن الهضره ديالك تقدر تكون عندها واحد التاثير اللي هو كبير بزاف على اللي يسمعها. فالمره الجايه قبل ما تهضر وتعطي شي نصيحه لشي واحد خاصك تفكر فيها مزيان وعرف راسك اش كتقول، حتى علاش لا تقدر تخرج على اللي غيسمع. والعبره الثانيه وهي خاصك تعرف باللي المحيط ديالك يقدر يكون هو الحاجز اللي مانعك على انك توصل للاهداف ديالك. والثالث عبره واللي هي الاخيره واللي هي فين ما ينتقدك شي واحد ولا يقلل منك شي واحد ما خاصكش تستسلم وقول له انا غنبين لك، هايدا خاصك تجاوبه واعتبر داك الانتقاد كمحفز لك، وثق في راسك وامن براسك يا صديقي، وكما داروها الاخرين نديروها حتى حنا علاش لا. الصراحه قصص ناضيين بزاف وباقي لي شي قصص اخرين ما عرفتش واش ننزلهم ولا لا، فهبط بالتعليقات وكتب لي الراي ديالك، ونتمنى نكون ما ضيعت لك شي وقتك وديتي معك شي معلومه. فهنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، خلي معك واحد اللايك واحد الاشتراك من القناه الا كنتي مازال ما مشتركش. فكان معكم الروكسي، فنشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.